اهلا بيكم في الحلقه الثانيه من كلير جيم اوف تشامبيونز. شفنا الحلقه الاولى خلصت على مناوشات ومشادات بين كابتن زيدان وكابتن عمر خالد اللي واقف صاحي ومركز جدا، وشفنا كابتن بركات ظهر عشان يقلب الموازين واستخدامه للوايلد كارد. واستكمالا لبقيه التحديات في الحلقه الاولى، في الحلقه دي هنشوف 3 تحديات: كلير بيلت، اكس او، وفوتبول دارتس. الكلير بيلت قلبت ساحة معركة، كل واحد نازل يصحح مفاهيم الكورة وكل واحد نازل ومشخصنها، ولكن المفاجأة كارت الغلاسة بيخش الملعب، فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ ونخش على اللي بعدها وتحدي اكس او بيرجعنا للذكريات الجميلة. هو الموضوع سهل وبسيط ولكنه في حقيقة الامر صعب ومعقد. واخيرا وليس اخيرا فوتبول دارتس، 4 لاعبين كل لاعب معاه 45 ثانية يشوط، السكور الاعلى ببساطة هو اللي بيكسب. وتخيل كل اللي انا حكيته لك ده ما يجيش 1 على 10 من اللي هتشوفه في الحلقة. حلقة تقيلة ومليانة مفاجآت، فيلا نرجع لعمر خالد ومروان سري ونشوف اللي حصل. طب كابتن بركات هياخد التريبل بوينتس في التحدي ده. اذا الوايلد كارد الاول التريبل بوينتس. كلير بيلت تشالنج هو التحدي الرابع. اللعبة عبارة عن راوند واحد، كل فريق عنده 6 تسديدات بيشارك فيها 3 لعيبة و3 انفلونسرز، يعني كل واحد بيشوط مرة. تيم زيدان جهز. طيب هيبتدي مين يا عمر؟ يلا قول لي. كابتن حازم امام. كابتن حازم هنا تمام، هنا تمام، تقلقش. ضاعت من كابتن حازم. داخل ماركينيا على طول بعده في الاستاد. ناقص 4. داخل احمد يوسف جو ولا هاني؟ داخل جو وقريبة يا جو جدو. 0 من النقاط. ادي وقت طارت 8. النتيجة 0. كابتن بركات 6 النتيجة 0. ولا تزعل يا ماركينيا. فريق التاني يروح الناحية التانية. ماشي، ارجع ورا كابتن فتحي لحد هنا. لا تحسب. غلوش والله هدف جميل من كابتن عماد. حلوة. عماد يا متعب. تحسب طبعا لكابتن عماد متعب. تحسب لكابتن عماد. طيب لحظة واحدة. انا قلت ابتدي. تعالى لي. انا قلت ابتدي وكابتن عماد تعالى شاف. عشان بس اقول لك على حاجه، ما اقول لك انا تريبل. انا قلت ابتدي يا عمر. ما اقول لك هنعملها تعالى تعالى لي بس بعد بعد اذنك. إذنك. انزل لي بعد اذنك. انا قلت ابتدي. انزل لي طيب بعد اذنك. 9 انا قلت ابتدي. هنتناقش ما تنساش ونرجع اللي أنا لكم. قلته لك. هنتناقش ونرجع لكم. انا قلت ابتدي وكابتن عماد لعب على الصفاره لسه، ولكن كابتن عماد كوره صحيحه 100%. نكملوا فور فن. انتوا كده كسبتوا. عايزين تشوفوا كابتن بركات بيسجل؟ طب يلا يا جماعه، الفريق هيكمل عشان يزود السكور فقط. يلا 9 عشان ده بتريبل. كابتن بركات فعل خاصيه التريبل بوينتس قبل النتيجه دي، فبالتالي هتأكد 9 لانها حسمت لان انتوا جبتوا 0. داخله ليلى. قريبه قوي يا ليلى. بركات واياد. حلوه قوي يا اياد دي. استاذ مروان فظيع. 9 مجموع النقاط. 9 والجيم ولع. ايه يا احمد؟ ازيك يا كابتن زيدان؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ في بيف بيحصل. عودة ولا ايه؟ عودة دي. احنا بقى مش هنفتري زي زيدان خالص. شفت كل مره و9-0 وبيفتري. احنا ولا اي حاجه، وبنتمنى توفيق ربنا في الباقي، بس مش هقول لك اكتر. الله يا كابتن والله ما بركات. هقول لك الله يا أكتر. كابتن بركات. الله على الروح الحلوة. كلير جيم اوف تشامبيونز 9 لحد دلوقتي النتيجة. كابتن عماد سجل في 90 وانقذ فريق القوة ضد فريق الاداء اللي كان متقدم في اول تحديين. 3 تحديات. الزئبقي ضرب الكارت التريبل وضرب ال9 نقط. اختيار موفق من الكابتن. هيرد عليه زيزو. هنبدأ بالاكسو يا سيد مروان. اللعبة بتتلعب على راوندين، كل راوند بيشارك 3 لعيبة من كل فريق. بنلعبها بنفس قواعد الاكس او الكلاسيكية، والفريق اللي بيكسب راوندين او يتفوق في الاداء بياخد الجولة. احنا بنضرب بالتريبل على طول. قال لك بنرجع في ال90، احنا جاي لهم بالتريبل. احنا داخلين بالتريبل. فريق الاداء يسجل كارت الوايلد كارد التريبل بوينتس عند كابتن زيدان. طلبها هنا.
احنا هنستخدم الكارت بتاع الغلاسه ونرفض التريبل اللي هم عايزينه. والله حلوه. طب فريق انا محتاج اتاكد منها دي، لا استنى. لا 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 لا, لا. من حقي. الغلاسه من حقهم. هينفع؟ الفريق استخدم كارت الغلاسه استخدمنا ضد الكارت وبيقول لكم ينفع. استخدمنا كارت هتستخدموه الغلاسة في وقت تاني ومش هتستخدم ينفع. التريبل. ما اتلغاش، بس هيتلغي استخدامه في الراوند ده. هم حرقوا كارت هم كده الغلاسه. حرقوا كارت انت الغلاسة. من حقك تعمل نفس الكلام. ملك ولا كتابه؟ بركات ملك الحركات معروف، يبقى الملك انا عايز ملك. ماشي. مش مشكله انا كتاب. ايه الثقه عنوان. الموضوع ما انتم مكبرين يلا. الموضوع ليه؟ ملك. بس هو اللي هيبدا. ملك الحركه. خلاص عدت يا كابتن. شكرا يا كابتن حضري. حط في النص زيزو سهله. حط فتحه على طول. يلا اللي بعد. اتغيرت للاكس. غيرها له كده. الاو لازم يا يغيرها يا يجيبها فوق. حاولوا يا كباتن بقى تلعبوا على المختلف. براحتك غيرها تاني حق. براحتك. يلا القوة. يلا يا كابتن زيدان بعد اذنك يا كابتن زيدان ما بوظناش. يلا يا كابتن عماد. القناص جاب حمام. هيخلص جده. جابها تحت. كابتن احمد فتحي طويله ويا اوه اخر واحدة. الثعلب هيدخل. ادوله مساحته. خش وسعوا للثعلب. احنا ممكن نفعل التريبل. يلا يا كابتن حازم. داخل الثعلب هيدي خش. 3 نقط لفريق القوة. فريق القوة يكسب الاكسو 12-9. اصبحت النتيجة يا كابتن عمر 12-9. 12-9. لا انت خدت بالك هم اوريدي استخدموا كارتين من الكروت بتاعتهم. وانت لسه ولا حاجة. فعلوا التريبل. التريبل فريق القوة. مارك بيسألني اللعبة، انا مش عارف. احنا هنفعل التريبل وخلاص. ولا ايا كان همه، ايا كان اللعبة فعلت. فين الجمهور؟ يلا نفعل ولا لا؟ هنفعل. استاذ عمر نخش على التحدي اللي بعده. الفوتبول دارتس. فوتبول دارتس، اللعبة عبارة عن راوند واحد بس. كل فريق بيشارك ب4 أشخاص، 2 لعيبة و2 انفلونسرز. الراوند مدته 45 ثانية. كل المشاركين بيسددوا باك تو باك ورا بعض، وطبعا مش محتاج أقول لكم إن الهدف تجمع أكبر سكور على لوحة الدارتس. كابتن زيدان مين اللعيبة؟ يلا يا جماعة اختار 4. سارة وكوكا والانفلونسر هاني ومارك. جنش ومتعب وليلى وعبد الرحمن. يلا سارة دخلت. كل ده ما جاش. لازم في جوه الدارت 0. في حد بيحسب اهو يا باشا. انا معايا يا حاج. كده 40 اهي. السكور يا جماعه على الشاشه. السكور فوق على اليمين اهو 60. يلا دي ما تجيش. دي ما الشاشه على الاثنين. اتحسبتش. الشاشه ما على الاثنين. اتحسبتش. يلا يا جماعه السكور بيتعدى فوق. 10 5 5 ثواني. 4 3 10. بس الأخيرة لا. 85 نقطة. الوقت كان خلص. عمر الشاشة خلاص. الشاشة خليها الشاشة. ماشي. يلا 85 نقطة زي ما الشاشة قالت. خلاص 85 انت نقطة. بتتخانق مع التكنولوجيا، تعالى بس. أنا مش عارف. دي شاشة. الفريق التاني 85 اهو حسبتها لك. يلا الفريق التاني جاهز. يلا يا جماعة نسرع. الأربعة من فريق بركات، ليلى وعبد الرحمن. كابتن زيدان لو حصل حاجة وعملت حاجة هخصم 20 نقطة. مش قصتي. بقول لك ايه والله هخصم 20 على طول نقطة. ماينس. باشا 20 نقطة. وريهم بقى 20 نقطة يتخصموا لو كابتن زيدان عمل حاجة. يلا نبتدي التايم. يلا ارجع ورا. ارجع ورا كابتن زيدان بعد اذنك. اتفضل يا كابتن عماد. يلا يا باشا. يلا ستارت. 10 5. ايه ده 10. يلا
ما جاتش، ما العب تحسبش. العب 10. العب. 10 20 10. دي لا، الاخيره دي لا، دي تحسب. 4 بس. 20 الله 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 20 200 والله. 20 الكنت عملها فريق الأداء، يضيع على فريق القوة التريبل بوينت ويكسب فريق الأداء مفاجأة كبيرة جدا جدا. تعادل 12 ويضيع التريبل بوينتس. رأيك ايه يا عزو؟ اي حاجه فيها قوه فيها عفياجه هتلاقي الفرقه دي في التمام قوي يعني. فعلا واضح ده في الالعاب يا كابتن عز، بس الماتش محتدم جدا، التحدي مولع يعني. اخر كارت بقى معانا هنستخدمه امتى؟ اخر كارت مفروض لسه مع اللعيبه كارت ممكن يبدلوا، ممكن يقوموا معاهم كارت الغلاسه. الفريق التاني ما استخدمش كارت الغلاسه، فريق القوه. صحيح. فريق الاداء لسه معاه عمر ايه؟ فريق الاداء معاه الفار، وان هو يبدل لاعب جوه الماتش مرة تانية. ولو انت توقعت ان كابتن بركات يقدر يرجع تاني فده فعلا اللي حصل وانت قديم في اللعب. 12 والملعب ولع كده. ما قدامناش غير ان احنا نستنى لاخر حلقة، فيا ترى يا هل ترى مين هيكسب، كابتن بركات ولا كابتن زيدان؟ والكلمة الاخيرة عند كابتن كل فرقة.